اعمل لننوس عين امه، واخت ننوس عين امه، وابو ننوس عين امه، وناسيه ام ننوس عين امه اللي دايما بتبقى منسيه دي وبتبدل عيالها على نفسها. فقلت لا بقى كده كفايه، اطلع بقى القصايص اللي عندي واشوف إيه الحاجه اللي انا بستخدمها كتير. ولقيت نفسي ان انا اكتر حاجه بستخدمها اللي هي التلبيسه، اللي هي الطرح. طول ما انا قاعده في البيت بكون لابساها عشان لو الباب خبط فجاه او اي حاجه على طول تلاقيني لابساها. فتعالوا اقول لكم بقى ايه القصايص الزبده دي. ثواني يا ننوس عين امك انت. شايفين الزبده دي؟ عملت منها التلبيسه الحلوه دي، شايفين؟ محدش يقول لي انت شعرك باينه، لابسه والله. بصوا تحت تلبيسه حلوه اهي جميله. بصوا شايفين بالجنيحه اهي او بالدراعات، شايفين اهي. تروحوا عاملينها كده اهو، كده تروحوا قمطينها القمطه ورا كده زي قمطه اي ست مصريه اصيله عارفينها كده اهي. اللهم بارك. وجميله جدا اهي، جميله مفيش احسن من كده. مش احسن ان انا فكرت في نفسي بدل ما عماله افكر فيهم؟ لو عايزه بقى تعرفي طريقه التفصيل بتاعتها، تعالوا بقى اقول لكم الطريقه ازاي اللي انا قصيتها. وطبعا دي قصاقيس يا جماعه، قصاقيس. بصوا بقى، انا طلعت حته القماشه ديت كانت زبده. هي زبده قال كانت قال ما هي ما زالت زبده يا جماعه، الواحد مش عارفه ماله. طبعا انا كنت بقيس العرض بتاعت ديت. طبعا الحته هي كانت زي ما هي، فانا حبيت ان انا اشوف عرضها قد ايه، وخدت الطول بتاعها اللي انا عايزاه. بصوا اهو خدت الطول بتاعها. طبعا الحته دي انتوا تعرفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه، والحته الصغيره دي انا هركنها مش هعمل بيها حاجه اهي. دي بصوا اهي بقى، اشوف بس الطول بتاعها هيناسب معايا ولا لا. فجيت بقى هنا. بصوا من ناحيه المطاطيه يا جماعه، من ناحيه المطاطيه بصوا هي كانت، بصوا تحس ان هي كانت رسمه نفسها اصلا. خليت الحته المقفوله عليا انا دي كانت حتتين يا جماعه، متنيه اتنين. خليتها جنبي عندي انا اللي هي المقفول، وخليت المفتوح الناحيه التانية. طبعا دي انا كنت بساوي القماشه بتاعتي كده من فوق. اهي بصوا بسويها بس عشان دي هتبقى معايا الرقبه من فوق، هتتلبس في الرقبه من فوق يا جماعه. بس كده اهي. طبعا بعد ما سويتها خالص فبدات ان انا ايه عايزه اخد المقاس بتاعه الرقبه بتاعتي، خدتها. وجيت طبعا هنا جيت احطها على القماشه. طبعا انا بقللها عشان خاطر القماشه دي بتتمط. فبصوا هنا كده اهي. تعالوا بقى اقول لكم قد ايه انا خدت قد ايه. خدت شبر واربع صوابع يا جماعه. بصوا شبر واربع صوابع، شبر واربع صوابع اهي. وهعمل من هنا بقى الفتحه بتاعت دي كده كده خلاص، الفتحه بتاعت الرقبه بتاعتي. وهبدا بقى، بصوا نزلت بيها ازاي على واسع اهي. نزلت بيها على واسع اهي يا جماعه، شايفين كده شكلها باين. انا بقص على اتنين يا جماعه مش على حته واحده. وهبدا بقى هنا كده اسويها اهي. ببدا اسويها معايا بس كده على الاخر اهي. بصوا جميله جدا ما فيهاش اي حاجه اهي، شايفين؟ اوريكم بقى كده. جيت بقى هنا طبعا انا هعمل الفورت دوت عشان حته الشريط هتركب فيها. الحته اللي فيها الفورت دي مش هيركب فيها حاجه لان دي اللي هتبقى في الدقن. طبعا بعمل كده وهقفلها على المكنه. وخلي بالكم اللي عندها مكنه اوفر، اللي انا بعمله ده كله هيغنيها، هتعملها كلها على الاوفر. يعني مش محتاجه ان هي سنجل، بس عشان انا مش متوفره عندي فانا بستخدم السنجل. فادعوا لي يا جماعه بالله عليكم ان ربنا يكرمني كده واجيب واحده اوفر، لان ده حلم حياتي اني اجيب واحده اوفر. يبقوا الاتنين معايا دول بقى هيسندوا معايا ان شاء الله باذن الله اهي. بصوا بدات بقى ان انا اخيطها على الظهر يا جماعه، بقفل على الظهر. وطبعا لو انت اول مره تشوفي الفيديوهات بتاعتي ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس، وتسيبي بس كده كومنت حلو بس عشان الفيديو يترفع بيه، وتعملي اللايك بتاعك الحلو. يعني فضل وليس امر ان انت تشيري الفيديو عشان الفكره تبقى عند الناس كلها. عشان في ناس كتير جدا بتبقى بتعمل ملابس وبتبقى عايزه تعمل حاجه نفس اللون بس مش لاقيه الطرحه. فدي توريها الطريقه بتاعتها ازاي تعمل التلبيسه دي، وجميله جدا. وهبدأ كده بخيط الحتة بقى من عند الفورت للفورت اهي. بصوا من عند الفورت للفورت كده بدأت ان انا خيطتها اهي. بصوا شايفين؟ طبعا بقى دي الحزام اللي انا هعملها او البندانة وهيطلع منها حزام، بندانة وهيطلع منها حزام يا جماعة اهي. بصوا ببدأ ايه اشوفها كده مع بعض كده العرض بتاعها مظبوط ولا فيها حاجة اهو. بصوا هاخد بقى كده المقاس بتاع اللي هيركب في التلبيسة. عملت فورت وهاجي الجنب التاني اروح عاملة فورت.
خلي بالكوا سهل جدا يا جماعه، لان انا كنت منزلها على موقع التواصل تاني وقعد يقول لي طب نزلي الباترون مش الباترون. من غير باترون. هي بص اهي بسم الله ما شاء الله، يعني بتاع شرحه نفسها سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. بصوا بقى هاجي من عند الفورت لغايه تحت اهو. بصوا من عند الفورت لغايه تحت اهي. بصوا اهي. طبعا انا عامله فورتين في الحته، فورت يمين وفورت شمال، فانا بنزل عند الحزام من تحت. ها ركزوا في الخطوه دي اهي، وبعدل معايا الحزام عشان خاطر ايه ما يلفش معايا اهو. ببدأ كده. ده النوس عين امه واقف على المكنه بيتفرج بيشوفني انا بعمل ايه اهو. بصوا برضو الاتجاه التاني قلبتها واجي من عند الفورت اعمل فرماتوره بتاعتي الحلوه، وابدأ كده اعمل عرض الدواس بتاعي لغايه تحت، وابدأ اقفلها من تحت اهو. بس كده. خلي بالكم والله سهله وممكن اي حد يعملها مشروع و... وسهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه وما بتاخدش وقت. يعني انت ممكن في اليوم كده لو قاعده فاضيه تعملي لك اكتر من 50 قطعه واكتر كمان بكتير. لان انا لما كنت شغاله في المصنع بتاع البندرات ده كنت اللهم صل على النبي كنت برمي كتير جدا، لان احنا كنا بنتحاسب بالدسته الدسته. مش عايزه اقول لكم الاسعار ايه عشان ما تصدموش، بس الحمد لله كانت ماشيه يعني. ببدأ هنا بقى قلبتها اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده قلبتها. وادي الحته المفتوحه بقى دي اللي انا ما خيطتش منها اهي. بصوا بعدلها اهي. بصوا اهي في النص شايفين يا جماعه في النص كده. وابدا بقى اجيب معايا القماشه بتاعتي اهي. اهي بقى احط بقى الحته دي عند الفورت بقى اللي انا اهي شايفين اهي، عند التانية اللي انا تنيتها من ناحيه الفورت. وكده هقلب ايه اخيط التلات طبقات مع بعض. سهلة مفيش اسهل من كده خالص يا جماعة. يعني دوت مفيش اي حجة لو انت عاملة ايه من مفصلة ايه وعايزة تعملوا نفس القماشة التلبيسة دي هتعمليها. بصوا كده اهي. ببدأ بقى ان انا احطها على الاخر كده واوزع بقى لو فيها تشريب او ما فيهاش هوزع التلات طبقات على بعضيهم. وابدأ كده اهي بمشي خطوة بخطوة. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. وبالله عليك اللي بتتفرجي على الفيديو تدعيلي دعوة حلوة من قلبك كده. دعوة حلوة. احنا داخلين على سنة جديدة، ربنا يا رب يكتب لنا فيها الخير دايما، ونودع السنة ديت على خير يا رب، وما يوجعش قلبنا على اي حد. لان الصراحة الواحد بقى يخاف جدا من تقفيل السنة وفتح السنة جديدة مش عارفة ليه. ويا رب يا رب يا رب يا رب كده يوفقنا في حياتنا وما يوجعش قلبنا على اي حد عزيز يا رب. هنا خلاص هنا كده بتني بقى التانية بتاعتي اهي. بصوا انا افتكرت ان انا عندي الدواسه اللي هي البرم، بس يا ريتني ما كنت افتكرت لاني تعبتني جدا في القماشه الزبده. لان انا كنت عايزه اتني تانية في تانية، فانا قلت القماشه بقى البرم ديت رفنعه وهتطلع شكلها حلو. عايزه اقول لكم تعبتني جدا، فمحدش يشتغل بالدواسه البرم دي الزبده رخم جدا. اي نعم برمي في القطن وفي القماش وفي في الحاجات اللي هي الناشفه دي حلوه جدا وبتشتغل جميله جدا، وفي الشوفونات خلي بالكوا جميله جدا لان بيستخدموها في الطرح البرم دي والستانات برضو. انما الزبده لا. بصوا بقى كانت كل شويه تقطع وكانت بصوا قرفانه على اخر قرف. بس الحمد لله فضلت وراها لغايه ما عملتها. ما تعرفوش بقى في ايه النظر اتلحس ولا ايه اللي حصل ما تعرفوش. بس الحمد لله دائما وابدا. اه عمال الضم مش عارفه عمال الضم مش عارفه. ادعولي بقى دعوه حلوه كده ان ربنا يكرمنا يا رب كده على اول السنه الجديده دي كده بحاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. اهو هنا الحمد لله لضمتها. وهنا بصوا بمسك كده اهي وعماله اشتغل فيها عشان خاطر يعني بسايسها، لان انا مش عايزاها كل شويه تقطع مني. بس هي الصراحه يعني جننتني في القماشه دي. الحمد لله اهي. فضلت مسيساها واحده واحده عشان ما تقطعش معايا، والحمد لله عملتها. خلي بالكم يا جماعه بس من الفيديو دوت عايزه اكلمكم في حاجه تانية لان التانية دي هتطول كتير جدا، فانا عايزه بس ايه يعني اقول حاجه. انا كنت شغاله يعني فتره وانا بنت كنت في مصنع ملابس في اكتوبر. عايزه اقول لكم يعني كانت عندنا طقم صيانه الله اكبر عليه الله اكبر عليه، يعني ناس يعني ربنا يا رب يحميهم. عايزه اقول لكم يعني انا والله العظيم مش بقول الكلام ده كده خلاص. يعتبر انا اول واحده يعني في مصر كلها او في العالم كله ان الكشاف انتوا عارفين المكن دلوقتي اللي نازل كله بقى بكشافات. انا اول واحده اتحط لي الكشاف عند المكنه عشان كنت شغاله موديل كده في التيشيرت. كان بالنسبه للاضاءه ما كانتش حلوه،
وما كنتش بعرف اشتغلها. عايزه اقول لكم بتوع الصيانه فضلوا لغايه ما عملوا لي حاجه، والاضاءه بتاعتها كانت حلوه جدا، عامله زي الكشاف، المصباح بتاع المكتب، عارفينه الكشاف بتاع المكتب كده، المصباح، جو الاباجوره، ايوه الاباجوره، جابوها لي كده وحطوها لي. وعايزه اقول لكم هم لو كانت يعني دماغهم جايبه لغايه دلوقتي الحاجه ان ديت هتتعمل منها كشاف، كانوا اشتغلوا على نفسهم وكانوا عملوها، كانوا هم اول ناس يعملوها. بس للاسف هم بس كانوا بيحاولوا ان هم يعدوا الأزمة اللي هم فيهم، ما كانوش مفكرين ان ديت هتطلع يعني في يوم من الأيام ان هم يطلعوا مكن في الكشافات دي. طبعا انا حبيت بس ان انا اقول ان الناس عندنا هنا بجد في مصر يعني الله اكبر عليهم، مخهم شغال جدا، بس للأسف بالكسل والتأخير بيخلينا متأخرين جدا. هنا طبعا بقى الحمد لله خلصت كده، وهشيل بقى الدواسة دي عشان زهقتني، واحط الدواسة التانية. عارفة ان انتوا هتقولوا عليا رغاية، بس لا، انا حبيت يعني اقول لكم حاجة، ان الناس عندنا هنا في مصر والله لو حد دماغهم في ايه هيشتغلوا كل حاجة. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي اهو. بصوا طبعا دي كده انا كنت في اول الفيديو موريها لكم من بره، دي بقى من جوه اهي، يعني ينفع من بره ومن جوه. وخلي بالكم طبعا انت لو عايزه تدخليها من جوه اللبس دخليها، بس انا كنت حريصه ما كنتش عايزه حاجه من رقبتي تبان، ولا وداني ولا اي حاجه، فكنت بحاول ايه بحذر كده، بحذر اهو. بصوا وابدا اربط الربطه، اللهم بارك، جميله جدا. ما تنسونيش بقى بالدعاء الحلو كده، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات كتير، بس ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. وما تنسوش بقى الاشتراك الحلو بتاعكم. سلام.